الكرياتين واحد من أهم المكملات الغذائية اللي ممكن تعمل تغيير رهيب في جسمك. فهنلاقي إن لاعبي كمال الأجسام وكرة القدم والسباحة بيعتمدوا على الكرياتين بشكل كبير جدا في النظام الغذائي بتاعهم. فلو أنت عايز تزود من الحجم العضلي بتاعك أو توصل لأحسن أداء ليك في التمرين، الكرياتين هيفرق معاك بشكل كبير جدا علشان توصل للهدف اللي نفسك فيه. بس قبل ما تبتدي تاخد الكرياتين لازم تفهم هو ازاي بيشتغل في جسمك. فقصة الكرياتين بدأت سنة 1832 لما عالم فرنسي عرف يستخلص الكرياتين من اللحوم، وبدأ يعمل عليه أبحاث علشان يعرف تكوينه وأهميته للجسم. فالكرياتين بيتكون بشكل طبيعي في الكبد عن طريق 3 أحماض أمينية، والجسم بيستخدمه بشكل غير مباشر كمصدر للطاقة علشان يساعد العضلات في التمارين اللي شدتها عالية زي السبرنت أو السكوات. وعلشان كده هنلاقي إن معظم الكرياتين بيتخزن في العضلات. فمثلا لو انت وزنك 70 كيلو هيكون في حوالي 120 جرام من الكرياتين موجودين بشكل طبيعي في جسمك من غير ما تاخد اي مكمل غذائي. و95% من الكرياتين ده بيكون موجود في العضلات، وحوالي 5% بس موجودة في المخ. وجسمك بيقدر يكون من 1 ل 2 جرام كرياتين بس في اليوم، وانت ممكن تزود الكمية دي ل 30% زيادة لو بدأت تاخد مكمل الكرياتين. وممكن برضو تزود من كميته عن طريق اللحوم والأسماك، فكل باوند منهم فيه حوالي 1 جرام من الكرياتين. بس لو انت فعلا عايز تزود من الحجم العضلي وأدائك في التمرين، الأكل مش هيكون كافي ليك، علشان أغلب الناس بياخدوا نص احتياجهم بس للكرياتين من اللحوم والأسماك. فالأحسن إنك تاخد مكمل الكرياتين علشان تزود نسبته في جسمك ل 30% زيادة زي ما قلنا. وبالنسبة لتأثيره على الجسم، العضلات بتاخد وقت لغاية لما تتشبع بالكرياتين الزيادة اللي انت بدأت تاخده، والوقت ده بيعتمد على فترة التحميل أو كمية الكرياتين اللي هتاخدها. فلو انت عايز نتائج سريعة مفروض تاخد 20 جرام من الكرياتين لمدة أسبوع، وبعد كده هتقلل من كميته ل 3 أو 5 جرام في اليوم. والطريقة دي هتخلي العضلات تتشبع بالكرياتين بعد أسبوع واحد بس، فهتلاحظ زيادة في القوة والأداء بتاعك بعد الفترة دي. بس حاول تقسم ال 20 جرام دول على 4 جرعات في اليوم، وحاول ما تاخدوش على معدة فاضية أو مع القهوة علشان ما تحسش بتعب في البطن خلال الفترة دي. والطريقة التانية إنك تبتدي ب3 أو 5 جرام من الكرياتين كل يوم، والجسم هيتشبع منه بعد حوالي 3 أسابيع لو انت خدته بالطريقة دي. والطريقتين دول هيكونوا كويسين ليك وهيعملوا نفس النتيجة في الآخر بس مع اختلاف التوقيت. طيب دلوقتي تفتكر ايه اللي هيحصل في جسمك بعد ما عضلاتك اتشبعت بالكرياتين؟ أول حاجة هيعملها إنه هيزود من الطاقة اللي في جسمك بشكل كبير جدا. فانقباض العضلات بيحتاج طاقة بتيجي عن طريق تكسير الادينوزين تراي فوسفيت اللي في جسمك او الاي تي بي، اللي بيحتاج فوسفيت بعد كده علشان يقدر يكون طاقه من جديد. وهيجي هنا دور الكرياتين المهم جدا، فهو بيتخزن في الجسم على شكل كرياتين فوسفيت اللي هيمد عضلاتك بكميه فوسفيت كبيره هتساعدك على تكوين الاي تي بي. فبالتالي قوتك وادائك في التمرين هيزيدوا بشكل ملحوظ جدا. ففي دراسة أثبتت إنك لو ما كنتش بتتمرن قبل كده، الكرياتين هيزود من قوتك في التمرين ل 30% زيادة عن مستواك. ولو كنت بتتمرن لفترة كبيرة وبعدين بدأت تاخد كرياتين، قوتك هتزيد بنسبة 8%، وعدد التكرارات هتزيد بنسبة 14%، وبالتالي الكتلة العضلية هتزيد عندك مع مرور الوقت. وكمان الاستشفاء العضلي هيتحسن عندك بشكل كبير بعد التمرين. وتاني حاجة بيعملها الكرياتين إنه بيسحب مية لما بيدخل الخلايا العضلية، وده اللي بيعمل زيادة بسيطة في الوزن بعد ما بتاخد الكرياتين. وفي ناس متخيلة إن ده ضرر من أضرار الكرياتين، بس بالعكس هي حاجة مفيدة علشان هي بتدي شكل أكبر للعضلات وكمان بتزود من البناء العضلي. وتالت فايدة للكرياتين إنه بيحسن من وظائف المخ. فزي ما قلنا في أول الحلقة إن 5% من الكرياتين اللي في الجسم بيكون موجود في المخ، والمخ بيحتاج ATP زي العضلات اللي الكرياتين هيعرف يوفرها له عن طريق الفوسفيت، وبالتالي الوظائف الإدراكية هتتحسن عندك. واخر حاجة عايزك تعرفها انك لازم تهتم بنظامك الغذائي وكمية البروتين اللي بتاخدها، وما تعتمدش بس على الكرياتين علشان تشوف نتائج احسن واحسن ان شاء الله. ولو كنت عايز تعرف معلومات اكتر عن الكرياتين وازاي تحسن من امتصاصه، هسيب لكم هنا لينك تقدروا تتفرجوا عليه علشان تقدروا تعرفوا كل المعلومات دي بالتفصيل. انا كده خلصت، يا رب يكون كل واحد فيكم استفاد من الفيديو وطلع بمعلومة جديدة. ولو انت حابب تعرف معلومات اكتر عن التغذية وتحسن من صحتك، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل علشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. ولو لسه في اي حد عنده استفسار او عايز نتكلم عن موضوع معين يكتب في الكومنتات وانا هرد على كل الناس ان شاء الله. كان معاكم دكتور محمود العطار من فيت باي ساينس. شكرا ليكم.